في قلب ريف مصر، وسط الحقول الواسعة والبيوت الطينية الصغيرة، فيه حكاية قديمة قدم الزمن، أسطورة بتتقال من جيل لجيل. دي قصة أم الشوايل، شخصية الناس بيخافوا منها وبيحترموها في نفس الوقت. القرية اللي بدأت منها الحكاية كانت هادية، الشمس بتغيب على الحقول الذهبية والأطفال بيلعبوا في الشوارع الترابية، لكن مع نزول الليل كل حاجة بتتغير. الناس بيقولوا إن أم الشوايل بتمشي في القرية، محدش بيشوفها، جسمها ملفوف في الغموض وهدفها مش معروف. كانت ست عايشة من سنين طويلة، معروفة بطباعها الهادية، لكن كمان كانت ليها تصرفات غريبة. الأسطورة بتقول إن حياتها اتغيرت بعد موت طفلها اللي كانت بتحبه أكتر من حياتها. بعد ما قلبها اتكسر من الحزن، لجأت لطقوس ممنوعة، بتدور على قوة خارقة للطبيعة عشان ترجع طفلها تاني. يأسها خلاها تمشي في طريق السحر الأسود، وبدأت تتعزل عن القرية اللي كانت بتعتبرها بيتها. وبالتدريج أهل القرية لاحظوا حاجات غريبة بتحصل. الأكل كان بيختفي من بيوتهم بالليل، الحيوانات بتغيب فجأة، وأصوات همسات غريبة بتملأ الجو في أوقات الليل المظلمة. أهل القرية كانوا مصدقين إن أم الشوايل عملت اتفاق مع قوى غامضة بتديها القدرة إنها تتحرك من غير ما حد يشوفها، وتاخد اللي هي محتاجاه من غير ما حد يمسكها. في ناس قالوا إنهم شافوها مجرد ظل في طرف عينهم، شكلها ملفوف في عباءات طويلة ممزقة ووشها مغطى. ناس تانية قالت إن لو بصيت في عينيها هتتعرض للعنة وهتفقد كل حاجة بتحبها. الخوف انتشر في القرية زي النار، الناس بدأت تقفل أبوابها بالليل، لكن مع ذلك الحاجات الغريبة فضلت تحصل. في يأسهم أهل القرية اجتمعوا عشان يشوفوا هيعملوا إيه. قرروا إنهم يمسكوا أم الشوايل ويواجهوا الست اللي كانوا يعرفوها زمان، ويحاولوا ينهوا الظواهر الغريبة. في ليلة مجموعة من أشجع الرجال خرجوا حاملين فوانيس وعصي ومصممين إنهم يلاقوها. فضلوا قاعدين في الضلمة بيراقبوا وبيسمعوا لأي إشارة بوجودها. ساعات عدت، وقبل ما يفقدوا الأمل سمعوا صوت خفيف، كان صوت احتكاك قماش وخطوات هادية على الطريق الترابي. مشيوا ورا الصوت وقلبهم بيدق في صدورهم. لما وصلوا عند ناصية شافوها. أم الشوايل كانت واقفة على طرف القرية، ظهرها ليهم وعبايتها بتطير في الهواء. نادوا عليها لكنها ما التفتتش، بدل كده بدأت تمشي بعيد وخطواتها بطيئة ومقصودة. الرجالة جريوا وراها، لكن مهما زودوا سرعتهم هي فضلت بعيدة عنهم. في الآخر واحد منهم رمى حجر في اتجاهها، لكن وهي في الهواء أم الشوايل اختفت كأنها ما كانتش موجودة أصلا. الرجالة رجعوا القرية وهم مرعوبين ومش فاهمين اللي حصل. أسطورة أم الشوايل كبرت أكتر بعد الليلة دي، وحكايتها بقت حكاية بيقولها الأهل لأولادهم عشان ما يبعدوش عن البيت بعد المغرب. في ناس بيقولوا إنها لسه بتمشي في شوارع القرية في الليالي اللي ما فيهاش قمر، وجودها بتحس بيه لكن محدش بيشوفها، بتدور على حاجة فقدتها من زمان، سواء كانت فعلا سيدة سحر أسود أو مجرد أم حزينة غرقت في جنونها. محدش يقدر يقول بشكل قاطع، لكن الخوف اللي زرعته في قلوب أهل القرية لسه موجود لحد النهاردة، وحكايتها لسه بتتقال، تذكار مرعب عن قوة الحزن وإزاي في ناس ممكن تعمل المستحيل عشان تتحدى القدر.